بعد تأثر الهدوء بتلك المادة فقد وعيه ويجد نفسه في مكان كله أبيض، يرى أمامه كائن شيطاني لونه أخضر، وهذا الكائن يعرف عن نفسه بكل أدب: مرحبا، أنا العقل الباطن لكل الطفيليات القاتلة. هدفنا أن نجد الوعاء المثالي. ماذا تفعل؟ يا غبي، لا يمكنك قتلي، أنا وعي. حسنا، دعني أكمل كلامي إلى الأخير. هدفنا أن نجد الوعاء المثالي. نحن حاولنا أن نجد الوعاء المثالي، لكن أي واحد نندمج معه إما أن يموت أو يتحول إلى كائن مرعب. وهدفنا الاندماج مع الوعاء المثالي، حيث يمكننا أن نقتل البشر باستخدام القوة العظيمة التي ستشكل اندماجنا مع الوعاء المثالي. ستنتج مخلوقا قويا خارقا. نقص عدد البشر لأنهم أصبحوا أكثر شرا وأكثر فسادا. لا، حسنا، تريد أن يكون الجميع مثل والدك؟ يا حسرته، لقد ترك أمك، أبكاها. تريد للجميع أن يعانوا مثل معاناتك؟ البشر غرباء. أوه، أنت توافق. لكن هدوء اقترح له بعض الشروط. أولها ألا يقتل الأبرياء، ثانيا أن يبتعد، ألا يتحكم بجسده. سيكون عمل الطفيلي الوحيد هو أن يعطي للجسد قوة، أما التحكم سيكون لهدوء. ثم يتفقان، ثم يستيقظ هدوء ويرى ياسمين، ويضطر الرحيل قبل أن يقول أي كلمة لياسمين، ويهرب من الشرطة لأن الشرطة اقتحمت المدرسة. ومن حينها عمل هدوء الرئيسي هو قتل البشر الفاسدين والمذنبين، وهو متخفي